لقيت هذا في كل أنحاء الجمهورية وأرجاء الوطن في كل أنحاء العالم العربي. تابعونا زادا على جوهرة اف ام تي في. سهرية ما زالت كي بدات، وكما قلنا الليلة عنا ضيوف من نوع خاص، ضيوف من العيار الثقيل. سعيد جدا باستقبالهم. نستقبل بحذا على يميني زادا، وأول مرة في جوهرة اف ام تي في متعهد الحفلات، وكيل أعمال عديد النجوم العرب والعالميين من لبنان ومقيم في كندا، فادي مالو. أهلا وسهلا، مرحبا. مساء الخير، مساء الخير للجميع. كل شخص فيكم موجود معنا اليوم بقلب إذاعة جوهرة اف ام. بتشكركم على الاستقبال الحلو خيي، وهذا شيء حلو فيكم أهل تونس. عطول كرمكم مميز. بتمنى من جميع الأشخاص، بتمنى على طول يكونوا موجودين معنا، واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله نعملوا سهريه مزيانه زاده. فادي شرفنا ونورتنا الليله اكيد. على يمينك زاده اعلاميه تونسيه نعتزوا بال نقول المجهود الكبير اللي قاعده تعمل فيه والانجازات اللي تعمل فيها. هي رجاء بن عثمان، مقيمة في اليابان، تاريخ كبير مع عديد القنوات زادة، سواء هنا في بلادنا وخدمة كبيرة، ومن بعد حتى في اليابان توا تتعامل مع عديد القنوات العالمية واليابانية زادة. رجاء بن عثمان اللي هي باعثة راديو الجيل الذهبي، تابعوها على تيك توك زادة. أهلا وسهلا رجاء، شنو أحوالك؟ الحمد لله على السلامة. أنا فرحانة يعني بدرجة اللي توصف. علاش؟ على خاطر بعد 20 سنة نرجع بحذيكم الجوهرة اف ام وبحذا غازي خليل. صافي بليزير. نحب نسلم على كل الفريق اللي قعد يخدم في خدمة كبيرة في جوهرة اف ام، واللي وصلها للمستوى العالي اللي يعتبر مستوى مشرف جدا على الصعيد العربي وحتى الدولي. تعرف معناه توصل لنا خاصة بجوهرة تي في، نجموا نتفرجوا فيها على التلفزة ونسمعوها في الراديو كيف. دونك صافي بليزير انه يكون فما نيفو نتاع اذاعه في تونس بمستوى جوهرة اف ام. ونسلم على كل مستمعين وين ما كانوا، وعليك انت غازي وعلى فادي. حسيت قاعده تسترجع شويه في ذكريات الاعلام، ذكريات البدايه راديو. هي الغرام الاول راديو ومن بعد تلفزه وتنحكيو اكثر التفاصيل من بعد. باهي علاش لا نحكيو حتى على التجربه. اما اسمع صوتي ما يطيحش على صوتك راهو بصراحه. اسمعوا الصوت الاذاعي. غازي خليل صوت اذاعي معناها بامتياز في تونس. نعتزوا بيك وبالكفاءات الاذاعيه اللي عندنا والتكنيك زاده العالي الموجود. الفريق التقني اللي ساهر معنا اليوم نوجه لهم تحيه كبيره برشا. شكرا للجميع على هذا العمل الكبير في جوهرة اف ام وجوهرة تي في. برافو رجال، المقدمه حاضر معناها ما شاء الله، وبارتيجيل معناها هكا امبروفيزي وسبونتاني محلاها معناها تقول توا. كاو مستنسين. نرجع نحكي شويه مع فادي اللي كما قلنا في زياره لتونس، ومش غريب عليه تونس، ونجم نقول حتى يعني بلاده الثانيه تونس اللي يحبها برشا اكيد. فادي، وعنده ذكريات حلوه معها ومع النجوم العرب زاد اللي كان تعامل معهم حتى في تونس وفي الوطن العربي الكل. فادي خلينا نرجع شويه هكا الخدمه هنا في تونس، حتى يعني وكاله اعمال عديده النجوم العرب، مش اليوم. انا باش نقول تجربه سنوات. كيفاش انطلقت التجربه هذه؟ كيفاش شريت الحلمه انه نجم نوصل صوت الفنان اللبناني للجمهور التونسي اللي يحبه، اللي يستناه باش يكون موجود في المهرجانات؟ اول شيء خيي غازي، انا بدي اتشكر كل اهل تونس لانه هن اهلنا. ثاني شيء، احنا بين تونس في علاقه قديمه كتير، وفي اهل وفي قرايب. الناس الطيبين ولاد الخير بكل بلد موجودين. بس انا بالنسبه لنا تونس يعني مميزه من تقريبا من 25 سنه لهلا الحمد لله. انا بلشت تاريخ الفني من سنه 89. نعم، من قبل 18 سنه فلت على كندا وبلشت شغلي بالحفلات بين كندا وامريكا. من بعد بس تعرفت على اهلي واصحابي وحبايبي بتونس، واللي اولهم كان اكيد يشوف حالنا في العملاق لطفي بوشناك وصابر الرباعي واختي كمان ايمن فاخت. فالاشخاص هدول دخلوا قلبنا وجابوا الرساله معهم بكير لعنا. فكان عندي التجربه الحلوه انه حببوني بتونس، واهلي اكيد بتونس اللي هن كمان من الناس الطيبين اللي انا فت بيتهم
وبعد لهلا عندهم بفوت على بيته نفس الشيء، ما تغيرت من ناحيته ولا تغير من ناحيتي انا. فعلى طول بنقول الفن هو رسالة. صح. وانا بحب الفن وبحب الفنانين، فقضيت عمري تقريبا فيك تقول اكثر من نص عمري هو للفنانين. لذلك انه علاقتي مع الفن بلشت من انا وصغير، ومحبة الناس. انا من مدينتي من لبنان اسمها زحلة، واللي هي مدينة نجوى كرم والفوري سعيد عقل والعمالقة الكبار. واكيد انا بشرفني انه كمان نحن ببيتنا وعلاقتنا مع كتير اشخاص من جو الفن موجودين معنا حوالينا. وانا قبل ما اجي حتى على كندا ساب لي الحظ انه اكون شارك كمان، انه اشتغل كمان باذاعه الهابي اف ام بزحله. نعم، كدي جي، يعني زميل قديم جدا. فهذا الشيء حلو كان لي انا. والتاريخ تعرف عندنا ظروف لبنان، اوقات في حرب اوقات ما فيش حرب، فدينا الدنيا بتطلع بتنزل فينا. صح. فالفن دمنا ما بتغير، وهو اللي بيجمعنا، هو الفن اهم من كل شيء، هو هويتنا الفنيه. طرح سؤال شخصي شوي لفادي، سؤال على انت تكلمت على علاقتك بالفن، ما جاش نهار في حياه فادي انه فكر يكون فنان، تكون فنان؟ يا ريت، بس بصراحه لو عندي الصوت ايه، بس ما عنديش الصوت بصراحه، يعني هيدا نحكي صراحه. عازف ولا العزف، انا للاسف يعني جو عشق للفن، عشق للفن، و يمكن الظروف شوي، الظروف العائليه، ظروف الوضع البلد، ظرف الحرب. انا بلشت الشغل صغير، حظي ما سأب لي انه كمل علمي بظرف الاوضاع الامنيه بلبنان. بس يمكن اذا بقول لك كنت بتمنى ممكن فوت بموضوع الفن. لذلك لقيت تعهد حفلات، كون مدير اعمال لفنانين. صح. اصنع نجوم. فادي يعني يقولوا على فادي صانع النجوم، وانت صانع النجوم فعلا، يعني من سنوات، من عقود خلينا نقول. فينا نقول كل انسان بيشتغل بضميره مع فنان وبيوصله وبيصير عنده اليوم بسموه الكلاس اي، ما تقله فضل عليه. وانا بعتبر حالي واحد من هالاشخاص اللي اشتغلت مع كل كلاس اي تقريبا. فبعتقد انه انا بيلبق لي او بيسمحوا لي اقول عن حالي انه صانع نجوم، لانه لما انا بقرر على كذا فنان، اكثر من 2 أو 3 فنانين تقريبا عندي اسميهم الي انا، اختياري انا، من مخي انا، تفكيري انا، يعني انا اعطيهم الاسم وعم يشتغلوا فيهم بالسوق ومعروفين بالسوق. اقل شيء انه يكون صانع نجوم. يلا باش نحكيوا عليهم بعد شويه الفنانين هذوما، معنا مشكله هذوما، خاطر علاقه مميزه معهم يعني. اكيد وانت اختزلت لي سؤال، كنت نقول لك شنو سر نجاح فادي مع النجوم العرب؟ مو سهل، نعرف انه فما برشا شروط تتحط، فما نقولوا احنا حاجات اللي يلزمهم يكونوا ظروف معينه تتوفر للنجم العربي انه يتعامل مع شخص معين، ولا مع شركه تعهد حفلات، ولا وكاله معينه مش غيرها من الوكالات الاخرى. سر النجاح هذا اكيد فيه برشا خدمه، وفيه برشا تضحيه، وبرشا حاجات خليك انت تقول لنا عليها. لا يسمعوا فينا من امريكا، نحب نسلم برشا على اكيد، تحيه ليه زاد. امريكا وكندا واستراليا وفرنسا كلهم اخواتنا. اذا تحب تسمع مني انا الجواب، يلا. هو قدامك، انا ما بستعمل اسم شركه. صح. هذا نجاحك، تكون انت انسان حقيقي. انا اسمي فادي ملو، بيعرفوني باسمي، حتى بالاعلانات تبوتي حتى كلها، حتى شركتي اسمها فادي ملو، هي اف ام برودكشن، يعني فادي اول حرف من اسمي، واخر اسم هو اول اسم عائلتي اللي هو مالو. ففادي مالو. فانا ما استعملت اسمي وهميه ولا اسم الشرك مغطايه. لذلك هو علامتي انا مع الناس، مع الفنانين شخصيا باسمي. انت الاف ام، البوند اف ام ولا الراديو هذا راديو، هو هيك، بس هو ثابت هيك اسم عائلتي انا. بس انا بصراحه حتى الكونتريات كلها بعملها باسم فادي مالو. بيقولوا لي طيب الشركه بقول لهم تحطوا فادي مالو، لانه اذا انا بيحترق هذا الفنان انا بحترق معه، واذا بينجح هذا الفنان بينجح فادي مالو معه.
نحكيو شويه على النجوم العرب اللي تتعامل معهم، شويه على النجوم العرب زادا اللي في اثناء يعني فما تحضيرات اكيد تو الفتره هذه زادا فتره ملفات قاعده تتقدم، فما فتره عقود زادا مع عديد. الحمد لله. الحمد لله. انا غبت عن سوق الفنانين فتره شوي، وظروف هي كان ظروف اول شيء الكورونا وظروف عائليه. مثل اي شخص فينا بيصير عنده ظروف بحياته، بس بعمري ما وقفت علاقتي مع الفنانين، وبعمري ما وقفت الشغل مع الفنانين، بس كان في فتره هدوء. تعاملت مع كثير نجوم عرب، ومن اخطرهم واهمهم العملاق وديع الصافي، الله يرحمه. مرحوم صباح فخري، مرحوم الموسيقار ملحم بركات. في كثير ترحموا بظروف الحياه اللي احنا مرقنا فيها. انا 36 سنه بجو الفن. بشرفني معرفتي بكثير فنانين، تعاملت معهم بعضهم طيبين، في اشخاص اكيد عندنا علاقه معهم حلوه لحد اليوم، كملنا معهم لحد الساعه هاي. بشرفني نحكي عن اشخاص علاقتي فيهم شخصيه لحد اليوم، لو ما عم نشتغل مع بعض، لو حتى هلا حاليا ما عم نشتغل مع بعضنا، بس اكيد نرجع مستقبل نشتغل مع بعضنا، لانه كل واحد فينا بيجي وقت بيحب يجدد، بيتسائب انه بيتعامل مع شرك بيعمل كونترا 5 سنين، هال5 سنين انت بيكون هو مع شخص ثاني غيرك، ممكن على بكره يرجع يجي لعندك. فعلاقتي مع الكل الحمد لله مليحه. انا بسموني مش بس متعهد حفلات، بسموني صديق النجوم. صح. يعني هلا بتسأل عني بكندا، بامريكا، الفنانين بيجوا من لبنان، من سوريا، من فلسطين، من مصر، من العراق، بقول لك فادي ملو صديق لكل الفنانين. كمان هيك ما عندي مشكله. انا اليوم حليت مشكلتين بدهم شغل شهر، حليتهم تليفونين، كل تليفون اخذ معي 3 دقائق. الفترة اللي غبتها ممكن عن تونس، لكن قعدت فما أعمال زادا في أمريكا أكيد. في كندا كان فما يعني برشا نقولوا احنا اتصالات، كان فما برشا حفلات زادا وفعاليات تنظمت زادا الفترة اللي فاتت. العودة بدأت من خارج تونس، لكن توا نجم نعتبروها عودة فادي مالو للسوق التونسية هالمرة عملنا العكس صراحة. هالمرة عملنا العكس. هالمرة حبيت نرجع من تونس لكندا. إن شاء الله. هالمرة فايتين على تونس إذا الله راد. اوريدي هلا عندي ملفات قدمت، وان شاء الله قريبا يكون لنا نصيب تشوفونا بتونس على طول مع كل الفنانين المجموعين اللي حيكونوا معنا، واللي هن اوريدي هلا بلشوا اخبارهم. كان عندكم اول شخص فات لعندكم من حوالي اسبوع. صح. ب 24 شهر كان عندكم مقابله للفنان علاء الزلزلي، نوجه له تحيه خينا علاء الزلزلي. فعندنا الفنان علاء الزلزلي، في عندنا الفنان العالمي من اصل لبناني هو الكندي الفنان كار وولف. كمان حيكون بتونس على راد. عندنا الفنان اكيد معكم، وانتم اكسكلوزيف لكم اصلا لهون موضوع سوسه خط احمر جوهره اف ام الاول على طول. اذا الله راد. كمان عندنا الفنان المحترم اللي هو قال لي ما تقول غير قال لي قول بس مطرب، الفنان شادي الجميل من سوريا، حلب شهباء، واللي هو لونه معروف شو لون شادي جميل، طربه واغانيه. اكيد كمان الفنان حبيب قلبي حيكون معكم كمان موجود هون اذا الله قريبا وجدا. هو هلا وصل صار بتونس كمان، ان شاء الله حكون عنده تكريما للمرحوم والده، واللي هو اخ لي، واللي هو انا وياه اكلين خبزه مع بعضنا عشرة عمر اكثر من 30 سنه. هو الفنان انطوان الصافي، ابن وديع الصافي. حيكون حفل تكريم للمرحوم العملاق وديع الصافي الاسبوع الجاي نهار الخميس في مدينه تونس في المسرح، وحيكون معه اكيد بقياده المايسترو اخونا سفيان سيالا. نعم من صفاقس، بوجه له كمان تحيه خير سفيان. فحيكون حفل تكريم للعملاق وديع الصافي،
وعندنا كمان الفنان قريبا جدا وحنسمعكم كمان اليوم شيء خصوصي لكم كمان أول مرة تنزل حوالي 6 ساعات صار نازلة فقط صح. الغنية الفنان وديع مراد يعني وفي غير فنانين بقى مش خاصين معنا. واكيد حنوجه تحيه للشخص اللي بحبه كتير واللي هو كمان انسان من الاساسيين الاشخاص اللي انا بشوف حالي فيه. ذكرته باول مقابله خي صديقنا خينا حبيب قلبي الفنان صابر رباعي. صابر صح. بدوجه تحيه لخيي اللي هو كمان على طول سند ظهري مدير اعماله اللي هو هلا عم يسمعنا وموجود معنا كمان من قلب جوهرة اف ام هو الخي الاستاذ علي المولى. مدير اعماله الاستاذ علي هو موجود معنا عم يسمعنا وعم يتابعنا. حتى سمير يعمل في خدمه. سمير ابنه. اي طبعا سمير ابنه نعم يعمل في خدمه. فنحن وجودنا بتونس هو تاريخ مع تونس هو اهليه. صح. في كثير اشخاص تعاملت معهم وبشرفني تعاملت معهم من الفنان نور مهنا حسين الديك تامر حسني وكل هالاشخاص هاي. بس في اشخاص ما بحب اذكر اساميهم بس في شخص مميز عندي مجبور اذكر اسمه على طول. انا قبلت ولا ما قبلت انا هو خيي الحبيب قلبي خيي وائل جسار. هاي تحيه جاء جسار ان شاء الله حيكون عندكم بتونس هون برمضان ان شاء الله وحتشوفوه ان شاء الله بتونس بشهر رمضان ان شاء الله 20 شباط اذا مش غلطان تاريخ حيكون تقريبا اللي بيحب يحضر وائل جسار بتونس. واكيد الفنان كمان صابر رباعي حيكون هون برمضان. صابر رباعي حيكون عنده اكثر من حفله برمضان. اكيد حيكون بين تونس وبين حمامات عنده حفلتين. واكيد وحده حتكون مع المنسق يعني بعد اذنكم اسمحوا لنا نحكي عن الاشخاص. بودينار حيكون وكمان استاذ بودينار كمان جو تحيه رياض وكمان خونا سفيان كمان حمامات كمان. اكيد تحياتي الكبيره اكيد لكل الناس الطيبين وكل الاشخاص اللي هن حيكونوا بهالحفلات. انا قاعد بتونس هون فتره حلوه اكيد جاي حتى اكون مع احبابي واصحابي. مثل ما قلت اول اللقاء بلشنا بتقديم البرامج ان شاء الله يكون نصيب السنه يكون بقرطاج باكثر من 3-4 فنانين ان شاء الله. والهمه همتكم باقيه ان شاء الله راح يكونوا معنا اكيد في لقاءات حصريه على جوهر اف ام تي في وعلى الدنيا وما فيها جوهر اف ام بالتنسيق مع فادي مالو. فادي خليك معنا باش نمشيو نسمعوا شادي جميل في انسى غرامك ونسمعوا يا حبيبي كارلولف تو سويت. خليكم معنا شوي اخرى زاد تكون معنا رجاء بن عثمان خنبر شوي كيف يقولوا. حضروا نستنى كلنا اذن صاغية. اكيد انا مش نسيان اختي رجاء هي كمان بعدين رجاء. يلا خليكم معنا نرجعوا شوي.